شهدت كوبا تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح 5 معتقلين في أحد سجون ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد اتهمتهم الشرطة الأمريكية بالتآمر لتنفيذ عمليات اغتيال والقيام بأعمال جاسوسية وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة. أنطونيو جيريرو، فرناندو جونثاليث، خيراردو إرنانديز، رامون لابانينو، وريني جونثاليث. إنهم 5 شبان كرسوا حياتهم لمحاربة الإرهاب خارج وطنهم. سافروا إلى ميامي حيث مركز المنظمات الإرهابية، هادفين إلى الكشف عن العمليات العدوانية والإجرامية الموجهة ضد كوبا. الحركات التي ناضلوا ضدها هي المؤسسة القومية الكوبية الأمريكية ومجلس تحرير كوبا وإخوة الإنقاذ وحركة الديمقراطية وغيرها من المنظمات. وبين الأنشطة الإرهابية لتلك الجماعات الأعمال التخريبية والعدوانية المعادية لكوبا، والتي كانت حصيلتها ألوف القتلى والجرحى والخسائر الاقتصادية الهائلة وتهريب أسلحة ومخدرات، بالإضافة إلى حياكة مئات الخطط لمحاولة اغتيال الرئيس الكوبي فيديل كاسترو وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأمريكية نفسها وفي دول من العالم الثالث. لقد وضعت العديد من الخطط الإرهابية ضد القيادة الكوبية من قبل المنظمات الإرهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، وهذا العمل لا يسيء لكوبا وحدها بل وللولايات المتحدة نفسها. التهم التي وجهت إلى المعتقلين ال5 هي التآمر لارتكاب عمليات اغتيال والقيام بأعمال جاسوسية وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حيازة هويات ووثائق زائفة. المعتقلون ال5 كانوا يكشفون عن المخططات الإرهابية الموجهة ضد كوبا وبعض الدول الأخرى، ولم يكونوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ال5 خضعوا للمحاكمة في مدينة ميامي التي تعتبر مركزا لعصابات المافيا ذات الأصول الكوبية، حيث لم يكن ممكنا إجراء دعوى قضائية عادلة ومحايدة، لذلك ما زالوا قيد الاعتقال لحد اليوم. كما عرقلت الولايات المتحدة زيارات أمهات وزوجات وأبناء المساجين بشكل منتظم، مما شكل عقوبة إضافية. نحن هنا نمثل طبقة كبيرة من الشعب الأمريكي الذي ينادي بإطلاق سراح المعتقلين ال5 ورفع الحصار عن الشعب الكوبي. العديد من المهرجانات والمظاهرات المطالبة بإطلاق سراح السجناء ال5 نظمت في مختلف أنحاء العالم على أمل أن تسمع أصواتهم ويطلق سراح شبان ناضلوا ضد الإرهاب. محمود قنبر، روسيا اليوم، كوبا.